ييه، بتعمل ايه يا عم العبقري؟ قراية ايه؟ يا عم احنا هنستفيد ايه من القراية بتاعتك دي يعني؟ هنستفاد ايه؟ يا ابني هنستفاد حاجات كتير قوي. شايف انها تضييع وقت الصراحة. ازيك يا عبقري؟ طبعا مش صدفة ان كل الناجحين بيقروا كتب. يعني عندك بيل جيتس بيقرا 50 كتاب في السنة، يعني تقريبا كده كتاب في الاسبوع. وايلون ماسك وهو صغير كان بيقرا بمعدل 10 ساعات يوميا. ومارك زوكربيرج بيقرا 26 كتاب في السنة. بس ليه يا ترى كلهم بيقرأوا؟ وايه السر؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. انا ذات نفسي مش عارف. الفوائد كلنا عارفينها انها حلوة، حلوة تمام. بس ليه برضه؟ تعالى لما اقولك. اول فايدة يا عبقري ان القراءة بتخليك اكتر ذكاء. طب ازاي كده يا عبقري؟ انت لما تيجي تقرا في اي كتاب بتكتسب معلومات. طيب المعلومات دي بتتخزن على هيئة وصلات بين الخلايا العصبية. الوصلات دي كل ما تزداد هيزداد ذكائك. تاني فايدة يا عبقري ان القراءة بتزود تركيزك. ايه رأيك يا عبقري؟ بدل ما انت بتدور على التليفون وهو في ايدك اساسا. ايش تقصدي؟ ايش تقصدي؟ ايش تقصدي بكلامك ده؟ في عقلية اسمها المونكي مايند. المونكي مايند دي زي القرد كده، بتنقل من شجرة لشجرة. انت كمان بتنقل بس من فكرة لفكرة، بتتشتت وبيقل تركيزك. وده غالبا بسبب السوشيال ميديا. القراءة بقى بتقلل ده وبتزود التركيز عشان انت بتقرا في شيء معين. تالت فايدة ان القراءة بتحسنك للأفضل وليها أثر كبير عليك، بس الأحسن يا عبقري. رابع فايدة إن القراءة بتعزز التفكير النقدي. القراءة بتقوي القدرة على التحليل والاستنتاج واتخاذ القرارات. خامس فايدة هي تطوير الإبداع والخيال. سادس فايدة يا عبقري والأخيرة هي تقليل التوتر والقلق. طب يا ترى يا عبقري تقرأ قراية ورقية ولا قراية ديجيتال؟ القراية الورقية انت بتشغل الحواس زي اللمس، بتلمس الكتاب. عكس الديجيتال، انت حد ممكن يرن عليك او مثلا يبعت لك رسالة. انا عن نفسي بحب القراية الورقية، فيلا بقوم جيب لك كتاب كده وما تكسلش واقرا. وبس كده يا عبقري، وخليك فهمان. سلام.